السلام عليكم، شراكم شحوالكم ان شاء الله. لا فيديو تاع نهار اليوم تلقاكم كامل لاباس وبخير ومهنيين. اليوم جبت لكم حلوه بزاف باهيه وبزاف بنينه اللي هي ديليس الرافاييلو. تجي بنواه كوكو وبكريمه البوينو، واحد البنه تهبل يا البنات، سورتو عشاق نوا كوكو. رايحه تعجبكم بزاف بزاف. رايحه نديرها بدو فارس، لا فارس تاع نوا كوكو ولا فارس تاع رافاييلو. نوا كوكو رايحه نديرها بطريقه اللي تقعد ما تجيناش ناشفه، وتقعد لنا ديما طريه وبنينه. الوصفه هذه رايحه تعجبكم بزاف بزاف. اذا كان عجبتكم ما تنساوش تخليو لي جيم وكومونتير، واي وصفه البنات ديروها ولا تجربوها خليو لي رايكم في لي كومونتير. هذه هي حلوتنا، شوفوا شكلها كيفاش يجي باهي وبريزونطابل بزاف، يعني بنين. تاع مناسبات تاع الافراح. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، مع انه متاكده بلي رايحه تعجبكم. ما تنساوش البنات تخليو لي جيم وكومونتير، واي وصفه البنات مارفين ديروها ولا جربتوها خليو لي رايكم في لي كومونتير، هكذا باه تحفزوني باش نبقى نحط لكم يعني وصفات وفيديوهات جديده. دونك لهنا نروحوا نشوفوا مع بعضنا المقادير. لهنا واش عندي 500 غرام تاع لا مارغارين. نتوما ديروا نص الكميه باسكو هنايا رايحه نقسم العجينه نحتاجها، راح ندير بها وصفتين. عندي هنايا نعاود لكم 500 غرام تاع لا مارغارين، عندي كاس سكر رطب، عندي نص كاس نشا، عندي نص كاس تاع نوا كوكو. دوك نخدم ونحط معاكم. عندي نص كاس زيت، فوالا انا حطيت كاس تاع سكر مع 500 غرام تاع لا مارغارين مع نص كاس زيت. رايحه نخلطهم مليح مع بعضهم. نضيف عليهم نص كاس تاع النشا، نص كاس تاع لا نوا كوكو، وعندي هنايا صفار بيضتين واثنين بيضات، يعني زوج عظمات وزوج تاع الصفار. فوالا نحط يعني بالتدريج، يعني نرمي العظام تاعي بالتدريج ونخلط الخليط تاعي مليح مليح، باه من بعد نضيف عليهم النشا اللي قلت لكم هي نص كاس مع 500 غرام تاع لا مارغارين. فوالا حطيت ضفت مغرفه كبيره تاع لافاني. لهنا رايحه ندير زوج مغارف صغار تاع قشور الليمون، يعني لو زيست دو سيترون. وتبقى لي النشا. نزيد نضيف دركا نوا كوكو اللي هو نصف كاس، بما انه هي مخدومه بلا نوا كوكو يعني رافايلو، رايحه نحط في الصابلي تاعي نوا كوكو باه يزيد لها بنه. فوالا ضفت نص كاس تاع النشا وراني نخلطهم مليح مليح. رايحه نضيف تقريبا مغرفه صغيره من الخميره الكيميائيه، يعني نتوما في 250 غرام حطوا غير رشه تاع الخميره. فوالا باش يعني العجينه تاعنا ما تنفخناش بزاف. نخلط الخليط تاعي مليح مليح ورايحه نشفو، يعني نلم العجينه تاعي بالفارينه. فوالا الفارينه لهنا البنات انا في 500 غرام درت لي تقريبا باكي ونص. دونك نتوما كي تديروا نصف الكميه رايحه تدي لكم مامبا يعني باكي تاع لا فارين. فوالا رايحه نلم العجين تاعي. العجينه هنايا البنات ما تعجنوش، يعني لموا با تصابري عاديه. المهم العجينه تاعي ما تجيش يعني ما تكونش طريه بزاف وما تكونش ناشفه بزاف، باش كي نخدموا بها البنات في ليمون ما طيحناش. نكمل نلم العجين تاعي كامل. بعد ما يعني بعد ما نكمل العجينه تاعي ونلمها نغطيها ونخليها ترتاح بجيه لو طون اللي نوجد لا فارس تاعي. كيما راكم تشوفوا هنايا تقدروا تخدموا غير بيديكم، ما تحتاجوا لا باتور لا سباتول لا والو. دونك هذه هي العجينه تاعي رايحه نخليها ترتاح ونروح نوجد لا فارس. لهنا واش عندي 200 غرام تاع لا نوا كوكو، ضفت لها مغرفه تقريبا يعني نص مغرفه كبيره من قشور الليمون. عندي نيستلي وعندي هنايا الكريمه الطازجه. هنا السر تاع الكريمه الطازجه هي اللي راح تخليها تقعد لنا طريه وما تنشفناش. تقدروا تعوضوها بالحليبه البنات اللي ما عندهاش بيان سور. لهنا رايحه نكمل نلم هاد لا فارس تاعي بالنيستلي. فوالا النيستلي تاني تقدروا تخدموه في الدار عادي البنات. دونك هكذا رايحه نلم الخليط تاعي، ولازم نتحصل على خليط يكون جاري، يعني ما تكونش خلاص ناشفه الحشوه هذه باش تقعد لنا، باسكو على بالكم باللي نوا كوكو يشرب، يعني هذيك هي لو طون اللي يرتاح شويه. رايحه تجينا يعني لا فارس سوا. لهنا راني قاعده نضيف لها في النيستلي.
نضيف يعني ديما نحط النيسلي ونزيد شويه تاع لا كريم حتى نتحصلوا على الخليط اللي قلت لكم عليه يكون طالق روحو جاري شويه. فوالا بهذه الطريقه شوفوا زي ماش تحصلت على الخليط جاري. رايحه نغطيه ونخليه يرتاح. هادو هما ليمون اللي حنخدم فيهم البنات. تقدروا تخدموا في ليمون تاع المهراس تاني، يعني اي مول عندكم يعني تحبوا تديروه يصلح لكم. دونك لهنا رايحه نشكل العجينه تاعي في ليمون بهذه الطريقه. سيو البنات كيفاش ما ديروهمش رقاق رقاق بزاف باش ما تكسرش العجينه معاكم. فوالا بهذه الطريقه عدلوا لها الحراف تاعها مليح مليح. لا فينيسيون تلعب دور كبير كبير البنات في الكاطو. فوالا هذه هي. رايحه نكمل نشكل حبات الليمون تاعي كامل هادو تاع القنيدلات. انا حبيت ندير فيه هذا الشكل. تقدروا كما قلت لكم ديروه في المول تاع المهراس، هو شكله يعني الوصفه الحقانيه بالمول تاع المهراس. ننقبوهم البنات، فوالا ننقبوهم مليح وندخلهم الفرن. نطيبهم على درجه حراره 180 درجه، ياخذوا لي اللون هذا الباهي الاحمر. هنا مسخان ما صبرتش عليهم، حابه نعطيكم كيفاش جاو. دونك هذه هي، هذا هو اللون اللي تحصلت عليه. على بالكم كي تخليوهم بويض ما تجيش بنينه لاباط وما تجيش تقرمش، وكنت تحمروهم بزاف تاني يعني ما يجيش الشكل تاعهم مش مليح. هذا هو اللون اللي نحوس عليه. فوالا يكون احمر رايح في الدوغي. نروحوا هنا لافارس. فوالا هذه لافارس اللي قلت لكم عليها تاع نواه كوكو اللي خدمناها مع بعضنا، وهذه كريمه البوينو تاع المرجان، يعني ما كانش اللي ما يعرفهاش. هذه اللي رايحه نزيد ندير بها الطبقه يعني الاخيره بهاد لا كريم. هذه بزاف بزاف بنينه البنات تهبل. حبيت ندير لكم هذه يعني اوليو نخدموا كاناج يدينا الوقت وكل شيء نضيعوا وقتنا، نديروا بهذه خير حتعطينا نتيجه مليحه. لهنا هذا الدوغي اللي عندي. فوالا هذه لابواط تاعو. انا استخدمت هاد النوعيه بزاف تاني مليحه بزاف بزاف، عندها واحد لا كولور تهبل. نضيف لها شويه زيت برك البنات، خلطوا حتى تحصلوا على خليط يعني ليكيد يكون سائل شويه. رايحين ندهنوا بهم هذوك الحواف تاع لي فون تاعنا. فوالا بهذه الطريقه. هاد يعني المرحله هذه حتزيد بزاف بهوه في الحلوه تاعنا. وهاد الاخر الكولورون هذا الدوغي راهو اليمونتير البنات، تقدروا يعني نقدروا ناكلوه نورمال، ما تخافوش منه. جست ديروا له شويه زيت برك يطلق روحه ودهنوا به هذوك لي فون، راح يعطينا واحد اللون باهي باهي بزاف بزاف. بعد المرحله هذه رايحه نحشي لي فون تاعنا بكريمه نوا كوكو اللي خدمناها مع بعضنا بهذه الطريقه. فوالا ما تعمروش بزاف باسكو رايحين نزيدو نديرو الطبقه الثانيه من كريمه البوينو. دونك نسيو ما تعمروش الحبه بزاف بزاف باش تخليو لي سباس تقدروا تحطوا الطبقه الاخيره من هاد لا كريم هذه. فوالا هي دوريجين جايه طلقه روحها، يعني جست تحطوا يعني تغلفوا الحبه تاعكم، مشيوها هكا بيديكم شويه، حركوها بيدكم راح تطلق روحها وتحكم لا فورم. بهذه الطريقه رايحه نكمل انا الحلوه تاعي كامل. فوالا سيو كيفاش تخدموا غير مع الحواف ومن بعد تدخلوا للداخل باه تضمنوا باللي الحبه تاعكم تجي قد قد، يعني ما تخرج لكمش هذيك الشوكولا الحراف. لا كريم هذه تجيكم سوا سوا مع الحواف تاع لي فون تاعنا. فوالا لهنا رايحه يعني نكمل الحلوه تاعي كامل. شوفوا البنات هاد العجينه اللي قلت لكم عليها تاع لاباط صابلي انا قسمتها على 2، يعني كي قسمتها على 2 عطاتني تقريبا بهاد المول تاعي عطاتني تقريبا 52 حبه 53 حبه. فوالا يعني حتى تخرج لكم كميه هايله الله يبارك. نروحوا لهنا الحبه لي بول اللي راح نحطوهم فوق حبه الحلوه تاعي. شفتوا لاباط، شفتوا لا نواه كوكو اللي قعدت لي، انا زدت ضفت عليها نواه كوكو عاودت نشفتها برك. يعني هذاك الخليط اللي خدمناه بلا ما نخدم خليط واحد اخر ضفت له غير نواه كوكو، يعني نشفتها مليح وراني نديرها دوائر. الوزن تاعها يكون 10 غرام باه تجيني سوا سوا مع الحبه تاعي.
كي نحطها تجيني مليحه. فوالا لهنا البنات حنعطيكم فكره. انا هنا خدمت طول. نتوما تقدروا تحطوا لي بول هادو في الشوكولا بلون وتعاودوا تحطوهم في النوا كوكو، تتحصلوا على حبات رافاييلو منزليه يعني كيما اللي تتباع برا، وانتوما يعني تكونوا نتوما اللي خدمتوها. فوالا انا يعني سهلت عليا المهمه، ما حبيتش نحطهم لا في النوا كوكو لا في الشوكولا، جوست درتهم تزيين بسيط بهاد الكولورون دوغي كيما راكم تشوفوا. دار لي اضافه يعني صراحه في الحبه تاع الرافاييلو. شوفوا واش جات باهيه، مع زدت لها اللمسه هذيك الاخيره من لافايدور. وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. شوفوا الحلوه تاعنا واش باهيه واش مليحه تهبل. ننصحكم البنات تجربوها، والله صراحه سورتو المناسبات يعني بريزونطابل تحمر الوجه. هذه لا كريم تاع البوينو بعد ما حكمت روحها، شوفوا واش تبريي تهبل تهبل يعني صراحه. الحلوه هذه الناس اللي مجربينها وعلى بالهم بذوقها يعني ما تندموش. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. نتمنى ان شاء الله كي تجربوا اي وصفه من وصفاتي تخليوا لي رايكم، يعني ما تبخلوش عليا بالايجاب بلي كومونتير تاعكم. ونقول لكم لهنا نخليكم على خير. نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. هنا راني قسمتها معكم، هاي كيفاش تجي من داخل، ان شاء الله تنال اعجابكم. مع السلامه.